عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي الكرام، عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين وبصحة وسلامة دايما يا رب. تحياتي لاخواتي الكرام، ما تحرمش منكم ولا تحرم من الناس المحترمة اللي بتسأل عليا يا رب دايما. جزاهم الله كل خير. مش عاوز اذكر اسماء حد عشان ما انساش حد، واسما فردا فردا. جزاهم الله كل خير، الله يجعله يا رب في ميزان حسناته. النهارده احنا بنتكلم على افضل حاجات عملها اليوتيوب، ومن اسهل الطرق لتحقيق الربح على اليوتيوب، لو حتى قناتك مفعلة او غير مفعلة. في بداية الامر، انت لو عندك 500 مشترك عندك على القناة، تقدر من بدايتهم تعمل بث مباشر عندك على القناة. وبعدين يا جماعة الخير، انا عاوز اتكلم معاكم في حاجة مهمة. انا فتح لكم القناة عندي قدامك اهو بما يرضي الله سبحانه وتعالى. في حاجة عاوز اقول لكم عليها، موضوع شراء المشتركين وموضوع شراء الساعات. الموضوع ده من افشل انواع المواضيع اللي انت تجري وراه. انت تقدم محتوى، والمحتوى باذن الله يكبرك، واليوتيوب دلوقتي بيقول لك انا فاتح دراعاتي ليك، فاللي انت هتعمله ان شاء الله هتلاقيه. في بداية الامر احنا هنتكلم على كام نقطة كده مع بعض، وباذنك يا رب ان شاء الله هنعرف نتعلم منهم ايه، وهنعمل ايه بيهم، وهنسوي ايه بيهم باذنك يا رب. اول حاجة دلوقتي بقى البث المباشر بقى بشكل عمودي، يعني معناها ان انا بمسك الموبايل بتاعي بعمل عليه بث مباشر. لو عندي 500 مشترك عندي على القناة، اقدر اعمل عندي 50 مشترك عندي على القناة، اقدر اعمل بيهم بث مباشر عندي على القناة. فبالتالي احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ان البث المباشر بيجيب ساعات اعلى من الفائقة بالنسبة للقناة. فالبث المباشر العمودي فبيقترح مع الفيديوهات الشورتز، لان التحديثات الاخيرة بتاعت الفيديوهات الشورتز اللي بتعملها اليوتيوب كمان في الفترة اللي احنا فيها دي، ان الفيديو الشورتز هيعدي الدقيقة وهيعدي الدقيقتين وتدخل على الثلاث دقايق. ده لحد دلوقتي فيديو الشورتز طول ما هو متصور بالطول، لو متصور بالعرض هيبقى فيديو عرض، هيبقى فيديو عادي. ادام متصور بالطول هيبقى فيديو شورتز، يعتبر فيديو شورتز، فهتبقى اقتراحاته اكتر. فاليوتيوب بيحاول يخلي منصة، ان صاحب المنصة او اي حد هو قاعد على المنصة بيحب يخليه اطول مدة قاعد عنده على منصة عنده على اليوتيوب. دي في بداية الامر البث المباشر. يا جماعة الخير، احنا بنتكلم برضه بالنسبة للبث المباشر العنوان، واتكلمنا قبل كده بالنسبة للكلمات الافتتاحية اللي بنحطها، وبالنسبة للوصف كل محتوى زي ما هو يحط كلماته. والكلام ده اتكلمنا على فيديو شات جي بي تي، نقدر نجيب الكلمات الافتتاحية والعناوين والكلام ده كله. دي حاجة. الحاجة التانية برضو اللي هتكلم معاكم فيها التحقيق والربح بقى من خلال السوبر شات، اللي هي التشققات، الموسيقات العجيبة، السوبر شات. الحاجات دي كلها برضو مدعمة بالنسبة لليوتيوب. لو انت عندك مقدر المتجر الالكتروني، المقدر الالكتروني لو عندك موجود، تقدر تربطه وتبيع منتجات عندك بالنسبة للقناة، اذا كانت القناة مفعلة ربح او غير مفعلة عليها ربح. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة، انت ممكن تقدر تحقق الربح دلوقتي من خلال لو عندك 500 انا دلوقتي طبعا عشان مش باينين عندي، من خلال تقدر من 500 ساعة ل 3000 ساعة، لا اما عندك 10 مليون مشاهدة على الفيديوهات الشورتز. والموضوع ده مبقاش موضوع صعب، لان لو انت احترافي في موضوع التصوير، انا في رأيي ان الموضوع هيبقى الموضوع سهل جدا بالنسبة لك، اللي تقدر تعمل باحترافية فيديوهات شورتز تجيب ملايين المشاهدات. فبالتالي وبعدين خاصية الانتساب انا لسه ما فعلتهاش عندي، بس انا ان شاء الله بمشيئة الرحمن هفعلها عندي عن قريب باذن الله، ان شاء الله بمشيئة الرحمن، عشان المنتسبين عندي على القناة.
حاجات كتير جدا اليوتيوب عملها لنا في 2024، وعمال في تحديثات كتير وعماله بتحصل الفترة دي. فالتحديثات دي المفروض الواجب علينا ان احنا نستفاد منها، اذا كان قناتنا مفعلة ربح او غير مفعلة ربح. مفعلة ربح هنستفاد منها، برضه مش مفعلة ربح برضه هنستفاد منها، لان زي ما انا كلمتكم على نقطة التسويق اهي. انت تقدر تعمل متجر وتربطه معاك بالقناة اذا كانت مفعلة ربح او مش مفعلة ربح، وتبيع منتجات عندك على القناة ووسائلها كلها من على البريد الالكتروني. الموضوع كله بيبقى سهل جدا وبسيط. موضوع زي ما اتكلمنا قبل كده، السبرشات والملصقات العجيبة والتشقرات التلاتة برضه، دي برضه من الحاجة الممتازة جدا. العضوية اللي هي الانتساب دي برضه من الحاجة الممتازة جدا. لو حققت بقى بالنسبة للفيديوهات، لو حققت ال 500، لو حققت ال 500 مشترك وال 3000 ساعة تحقق ال 1000 مشترك وال 4000 ساعة تحقق. لو انت استاذ في الفيديوهات الشورتس زي ما انا اتكلمت في موضوع التصوير وفيديوهات الشورتس، ان شاء الله بمشيئة الرحمن تعدي ال 10 مليون برضه تحقق. لان مجال اليوتيوب دلوقتي بقى مجاله بقى سهل، مش زي الاول بقى كان صعب والخوارزميات بتاعت اليوتيوب والكلام ده كله. الامر دلوقتي بقى امر سهل بالنسبه للمجالات دي كلها. فالافضل اللي مش عنده قناه يعمل قناه واثنين وثلاثه. والذكاء الاصطناعي ومواقع الذكاء الاصطناعي دلوقتي وصلت لمجالات محدش فينا يتخيلها وصلت لفين. وبعدين دلوقتي خلاص يعني اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، مش عاوز انسى اي حاجه اكلمكم فيها. فدلوقتي موضوع المجال في اليوتيوب بقى الموضوع بقى سهل، اذا كانت قناة دينية، قناة حكايات، معلومات، قناة طبخ، قناة قصص، قنوات كتير ومجالات كتير. فكل واحد فينا ان شاء الله بمشيئة الرحمن يلاقي مطرحه في المكان اللي هو عاوزه باذنك يا رب ان شاء الله، واكيد هينتج منه. حاجة بقى اخيرا عاوز اتكلم فيها، انا بشكر اي انسان مننا في حتة احترافية هو فيها. فالحتة الاحترافية حتى لو انت شايفها محتوى بالنسبة لك انت مش كفاءة فيه، ان شاء الله بمشيئة الرحمن قدم وتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق الجميع. تحياتي لاخواتي الكرام. اللي عاوز يا جماعه يتابعني ان شاء الله بمشيئة الرحمن في الفيديو ده هعمل لكم وصف، عامل لكم فيديو شورتز هحط لكم في وصف الفيديو ازاي تدخل على جوجل كروم من خلال التليفون. وان شاء الله بمشيئة الرحمن هعمل لكم برضه قناه على التليجرام اللي يحب يشترك فيها معايا على التليجرام، ونفس الوقت على قناه على الواتساب. كل روابط دي هتلاقوها موجودة معاكم في الوصف، والروابط الخاصة بتاعتي برضو موجودة معاكم في الوصف. تحياتي والله لاخواتي الكرام، وتحياتي لكل انسان سأل عليا. انا بشكره جدا جدا جدا. وتحياتي للناس برضو اللي ما سألتش عليا، جزاهم الله كل خير. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم احمد حافظ، تحياتي لكم جميعا يا رب، مع الشكر والتقديم والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.